Trae la 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 la. Trae la 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 la, Catira, quita pesares, quita los pesares míos. Quita los pesares míos, pesares porque te quiero y no soy correspondido. Anda Catira, quereme, mira cuánto te ofreció. Un caballo pa' tu silla, un mundo orillas del río, una curiara, un conuco, un cayena al florecillo, un atajo de 30. لقد أمضينا أعواما طويلة في حياتنا المدنية، فتعالوا سويا ننتقل لساعة من الزمن من حياتنا اليومية إلى حياة الغابات الاستوائية. إنها حياة من نوع خاص. هناك حيث الطبيعة كما خلقها الله، وليست الطبيعة التي غيرتها يد البشر، حيث الأشجار الكثيفة والحيوانات البرية وخرير الماء والنوم على الأرض في الخلاء، حيث الظلام الحالك وقطرات الندى التي تبلل وجهي عند الصباح، حيث الوحدة والخلوة مع النفس في أدغال غابة كبيرة. إنها حياة الغابات الاستوائية. De Guadualito para Venezuela y el mundo con esa pluma prodigiosa. Alexis, mi cariño y mi respeto. El poeta Carballo, amigo, hermano de toda la vida. وجبة طعام من لحم التماسيح هي وجبة مميزة جدا، وهذه هي إحدى أنواع جذور نبات اليوكا السامة، والتي يصنعون منها الخبز، ويصل قطر الرغيف إلى متر كامل. Solo respiro, pero no descansaré hasta no haber conseguido un beso de tus labios rojos, un amante y un cariño. Catira de mi pesar y de mis cuantos cariños. عنكبوت الطير لدغته سامة، أما هذا فهو غني عن التعريف، وهذا هو الدب الآكل للنمل. Levanten la mano los que andan en Guayabao, los que andan despechados. Yo que pensé que tú me querías bastante, puras mentiras, solo una mera ilusión. Mi corazón se equivocó nuevamente. ¿Quién me mandaría a quererte sin conocerte mejor? Yo que pensé que tú me querías bastante, puras mentiras, solo una mera ilusión. Mi corazón se equivocó nuevamente. ¿Quién me mandaría a quererte sin conocerte mejor? Así son las cosas, las cuestiones de la vida. Volví a perder la partida, pero no veo la razón para que me engañes, que juegues conmigo. Es oscuro tu camino, yo el errante trovador. Me hizo caer en tu trampa tu sonrisa encantadora. في غابات الإكوادور بلع ثعبان الأناكوندا الابن الرضيع لهذا الرجل. Conmigo es oscuro tu camino, yo el errante trovador. Me hizo caer en tu trampa tu sonrisa encantadora. Tu boquita seductora me llevó a la perdición. ¿Y quién es ese que no se pierde por una mujer bonita? Si las mujeres nacieron para que nosotros los hombres las querramos hasta que el caballo no pueda más. Y si no, pregúntele a Rafucho Torres. Mano mío.
حيوان مسالم يعيش في غابات ماليزيا ابتلعه ذات يوم ثعبان الكبرى الملكية، وحتى تكتمل السلسلة أكلت أنا هذا الثعبان. بعد هذه المقدمة السريعة، هذه هي الغابات الاستوائية بأشجارها الكثيفة. أشعر كل عام في شهر ديسمبر إنها تناديني، وإنه يجب علي أن ألبي النداء. المشكلة عندي ليست الغابات الاستوائية، فقد تعودت على الحياة فيها منذ سنين طويلة، ولكن المشكلة عندي هي كيف الوصول إلى الغابات الاستوائية. المشكلة عندي هي المسافة التي تفصلني من الغابات الاستوائية، والتي غالبا ما تكون طرق وعرة أو سافانا كبيرة المساحة. أضطر أحيانا إلى استعمال الجياد لقطع هذه المسافات، أو استعمال القوارب الكبيرة مع الآخرين حتى أصل إلى أبعد نقطة ممكنة تصل إليها القوارب العامة. هنا على اليمين واليسار تنتشر الغابات الاستوائية، ففي هذه المنطقة يصب 37 نهرا في المحيط الأطلنطي عن طريق هذه الدلتا المسماة بدلتا نهر الأورنوكو. ثم أستأجر قارب صغير وأقول له إنني أبغي النزهة ليوم واحد، ولكني طوال الوقت أنظر على الشاطئ وأبحث عن مكان يمكنني فيه مغادرة القارب الصغير، وأبحث عن مكان يمكن اختراقه والدخول منه إلى أعماق الغابة. وأثناء هذه النزهة أرى بجواري بعض الحيوانات المائية مثل دلفين النهر، وهو يختلف تماما عن دلفين البحر، فهو لونه وردي ويعيش في أنهار أمريكا الجنوبية. الطبيعة هادئة وجميلة إلا من صوت الطيور وتغريد العصافير وصوت ارتطام التماسيح عندما تقفز إلى الماء. يجب تدقيق النظر تحت كل شجرة، فربما ينام هناك تمساح ينتظر فريسته. هذا المكان لا يصلح لي للنزول من القارب، لأنه ملك لحيوان آخر، وهذه هي منطقته التي لا يحب أن يشاركه فيها أحد، ويجب أن أحترم ذلك، ويجب مواصلة البحث عن مكان آخر. سائق القارب لا يعرف أنني سأنزل هنا في مكان ما. انظر إلى قطعة الخشب في المنتصف، إنها تتحرك، إنها رأس تمساح. سائق القارب يعتقد أنني أتنزه معه وسأعود معه في نهاية اليوم، ولا يعرف أنني قد عقدت النية أن أبقى هنا وحدي. إنها لوحة في غاية الجمال. ذلك اللون الأحمر ليس زهورا ولا ورودا، إنها طيور جميلة تجمعت مع بعضها البعض، الأحمر مع الأحمر والأبيض مع الأبيض، والطيور على أشكالها تقع.
إنه لمنظر يسحر القلوب ويأخذ بالألباب. طبيعة هادئة وجميلة ومساحات شاسعة خالية من البشر. أرى في السماء أحد الصقور ينقض على الماء ويصطاد سمكة ويحملها بين مخالبه. إنه لمنظر رائع. وحاولت أن أكرر هذه الصورة فألقيت له بسمكة حتى يذهب ويأخذها مرة أخرى. إنه سريع الانقضاض. هذه المنطقة هادئة وجميلة وليس بها تماسيح وتناسبني للنزول، فقد قررت أن أتوقف هنا وأغادر القارب، ثم أقول لسائق القارب: إلى اللقاء يا صديقي، إلى اللقاء يا صديقي. Hasta luego. بمجرد نزولي رأيت بين أغصان الشجرة ثعبان سام يسمونه هنا الثعبان الطائر أو البارون الأخضر، وهو نوع قادر على عمل قفزات طويلة ولذلك يسمونه الثعبان. انظر لونه أخضر هنا بين أغصان الشجرة، يصل طوله إلى ربما 1.5 متر أو 2 متر من النوع الرفيع، ولكنه سام جدا، وهذا السبب في أن الكاميرا تهتز في يدي لأنني على مسافة ربما 1 متر من هذا الثعبان. هناك من يراقبني من أعلى الشجرة، إنه نوع من الدب الآكل للنمل. هذا هو ثعبان الأناكوندا الشهير ذو العضلات الجبارة، وهو من أضخم الثعابين الموجودة على وجه الأرض، وعلى ظهره أثر عضة تمساح، فهو العدو اللدود لهذا الثعبان. فالتمساح الكبير يأكل الثعبان الصغير، والثعبان الكبير يأكل التمساح الصغير. إنه ثعبان له هيبة وجلال. هنا في غابات المستنقعات يجب التأكد من كل خطوة أخطوها ومن موضع قدمي، لأن بعض الأوحال عميقة ويمكن أن يغطس بها الإنسان في حالة عدم الحرص. هذه المياه الراكدة مليئة بالميكروبات والجراثيم، إنها مليئة بالحياة، وكذلك هذه الغابات ما زالت مليئة بالحياة. إنه لشيء رائع.
وهذه الأشجار العملاقة تلاحظ ذلك من حجم جذر الشجرة، ففي فصل الشتاء يرتفع سطح المياه إلى حوالي المتر ولا يمكن الوصول إلى هنا. ومن مقارنة حجمي بحجم جذر الشجرة يمكن تخيل ضخامتها وطولها الذي يصعب علي تقديره، ربما 30 مترا، لا أعرف. Waibaka kabaya hima shia hima kabani ekia kabani takori diwala kori hutaya. هو يتكلم لغة البيمون، وقد أوضح أن هذه شجرة من نوع خاص ويصنع منها الهنود الحمر قواربهم الصغيرة المعروفة باسم كانو، وهم يفرغون هذه الشجرة من الداخل بطريقة بدائية وبسيطة، وقد يحتاج عمل قارب واحد إلى شهر كامل من العمل الشاق. هذه هي حبات الميتشا، وهي تنمو هنا في الأعلى بين غصون النخيل، في داخلها عصير سائل يمكن شربه، وهو يعتبر مياه صالحة للشرب. وهم يقولون إنه مفيد جدا في علاج الكلى. طعم هذا المشروب ليس حمضيا ولا سكريا، وإنما أقرب إلى طعم الماء. في غابات المستنقعات يكون من الصعب الحصول على ماء نقي للشرب، ولذلك يفضل الحصول على الماء من أغصان الشجر التي تختزن الماء فيها. وفي كل مرة كنت أقطع غصنا كنت أحصل منه على حوالي ثلث أو نصف كوب من الماء، وبتكرار العملية يمكن الحصول على كمية لا بأس بها من الماء النقي. هذا نوع آخر من الأشجار، عندما تقطع جزء منه يسيل منه سائل أحمر يشبه الدم، وهم يقولون أن هذا السائل يساعد في شفاء الجروح عندما يوضع عليها، فربما يساعد هذا السائل في تعقيم الجرح أو تطهيره، ولكن هذا السائل يشبه فعلا الدم الأحمر. الغابات هنا بها أنواع كثيرة من الأشجار، وكل شجرة تحمل في داخلها سر من أسرار الحياة. بعد المجهود الشاق وحرارة الشمس القريبة من خط الاستواء، أشعر أن العرق صار لزجا على جلدي، وأنه قد آن الأوان لأغسل جسدي واستمتع بحمام بارد طبيعي. Mira cuánto te ofreció, un caballo pa' tu silla, un fundo orillas del río, una curiara, un conuco, un cayena al florecillo, un atajo de 30 yeguas, un padrote que ya unido, 40 vacas de ordeño, catira y no me has querido. والآن أنتقل إلى نوع آخر من الأنهار ونوع آخر من الغابات. هذا النهر الصخري المليء بالحجارة والصخور، ومليء أيضا بسمك البيرانياس المعروف بشراسته والمعروف بأسنانه الحادة. في هذا النهر تعيش التماسيح، وهو نهر غير ممهد للملاحة، ومن الصعب جدا اجتياحه بسبب الصخور المتناثرة فيه. وعلى مقربة من هنا توجد هذه الغابات التي قضيت بها 10 أيام مع قبيلة لابونشا. إنني هنا أتجول بمفردي في المنطقة القريبة من هذه القبيلة، وفي أثناء هذا التصوير
لقد علقت الكاميرا على إحدى الأشجار حتى أسجل هذه اللقطات. Dieses Aufnahme zu machen. Trae la 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 la. Trae la 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 catira quita pesares, tengo mi pecho afligido. Tengo mi pecho oprimido, lo quito atrás de tu huella sin darle un solo respiro. Pero no descansaré hasta no haber conseguido un beso de tus labios rojos, un amante y un cariño. Catira de mi pesar y de mis cuantos cariños. Levanten la mano los que andan en Guayabao, los que andan despechados. Yo que pensé que tú me Er wird nur dem Gras und Unkraut. قررت أن أساعدهم في قطع النباتات لتجهيز قطعة صغيرة من الأرض يزرعون بها نبات اليوكا الذي يستخدمون جذوره في عمل الخبز. وكما نرى بالطريقة اليدوية ليس ممكنا عمل الكثير، فهو عمل شاق جدا، وخصوصا في تلك الظروف المناخية حيث حرارة الشمس الشديدة ودرجة الرطوبة المرتفعة جدا في الهواء. وعندهم هنا مشروب يصنعونه بوضع الخبز في الماء وتركه عدة أيام حتى يبدأ في التخمر، ثم يشربونه، مما لا يمكن تفاديه أن نجد أثناء هذا العمل بعض الحيوانات القارصة والثعابين التي نحاول أن نبعدها عن طريقنا. Circa 2 Uhr und ich habe entschieden, Ihnen heute zu helfen. Es ist aber wirklich sehr harte Knochenarbeit. Trae la 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 la. Trae la 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 catira quita pesares, tengo mi pecho afligido. Zwischen sind 10 Tage قد مرت 10 أيام وأنا هنا وحدي مع هذه القبيلة، وأنا أجلس الآن على شاطئ النهر حيث مكان الغسيل والاستحمام، والقارب يجب أن يأتي أيضا هنا غدا في هذا المكان لأعود معه. أتمنى أن يأتي، لأن سائق هذا القارب هو الإنسان الوحيد الذي يعرف أنني موجود في هذا المكان، وفيما عدا ذلك من العالم الخارجي لا يوجد أحد يعرف مكاني. والآن أنتقل بكم إلى النصف الآخر من العالم، إلى جزيرة في المحيط الهندي، ثم أستقل سيارة حتى تنتهي الشوارع الأسفلتية، ثم حتى تنتهي الشوارع الترابية، ويتوقف الطريق ولا يبقى إلا السير على الأقدام حتى ولو تحت هذا المطر الشديد. حتى أصل إلى هذا المكان احتاج الأمر مني 2 أسبوع سيرا على الأقدام، من قرية إلى قرية، ومن حقل إلى حقل، ومن واد إلى واد، هائما في بلاد الله الواسعة. وعندما يأتي الليل أنام بين الحقول أو بجوار شجرة، ويراني بعض سكان القرى فيعطوني بعض الطعام والشراب، ويطلبون مني أن أذهب معهم إلى بيوتهم،
ولكني كنت أعتذر بلطف، لأنه ما زالت أمامي خطوات قد كتب علي أن أمشيها، وما زال أمامي هدف يجب أن أبلغه، وإن كل خطوة أخطوها تقربني من الغابات التي أنشدها. وعندما أضل الطريق ولا أعرف في أي اتجاه يجب أن أسير، كنت أرفع رأسي إلى أعلى وأغمض عيني وأستنشق الهواء القادم من جهة الشرق، وأحاول شم رائحة الهواء، ثم أكرر ذلك في اتجاه الغرب والاتجاهات الأخرى، وكأنني أريد أن أشم رائحة الغابات التي أعرفها. وأنا أعرف أن أنف إنسان مثلي غير قادر على تمييز رائحة الهواء، ولكنني أعرف أن إحساسي قادر على استشعار الطريق الذي أريده. فأنا أتجول في الغابات بدون بوصلة وبدون جهاز لاسلكي أو تليفون محمول، ورغم أنني كنت أضل طريقي أحيانا، إلا أنني في نهاية الأمر كان إحساسي يدلني على طريق الخروج والعودة. هنا تعيش القلة القليلة الباقية من أقدم القبائل المعروفة على وجه الأرض، ألا وهي قبائل الفيداس. ويقال إن هؤلاء البشر هم الجنس البشري الذي جاء مباشرة بعد إنسان العصر الحجري، وكان الناس يسمونهم ياكاس، وهذا يعني العفاريت أو الشياطين، وذلك لأنهم لا يحلقون شعورهم. إنهم يغنون ويرقصون للأرض التي تنبت لهم الطعام وتحملهم على ظهرها، وحتى عندما يموتون تحتضنهم في باطنها. إنهم يحترمون الأرض التي نعيش عليها. وعندما كنت عندهم أصابتني الملاريا، وظللت عدة أيام ملقى على الأرض، وقد تملك مني المرض وزادت علي الحمى. وجدتهم يعطونني بعض الأعشاب للعلاج، ويمسحون وجهي بأيديهم بالماء البارد. وعندما نظرت إلى عيونهم وجدت بها دموعا. إنهم يبكون على هذا الغريب الذي لا يعرفون من هو ولا من أين أتى. إنهم أناس طيبون. إنهم يمشون حفاة وعراة ما عدا قطعة صغيرة من القماش، وكل منهم يحمل على كتفه أداة تشبه الفأس الصغيرة يستعملونها في صيد الحيوانات وحماية أنفسهم من الثعابين. وكل رجل يحمل جعبة صغيرة بها خلطة المزاج، وهي نباتات لها تأثير مخدر. قبائل الفيداس هم شعب خجول جدا، فهم لا يتكلمون كثيرا
ويعيشون حياة هادئة مسالمة. بعض الناس يعتقدون أنه توجد صلة قرابة بين قبائل الفيداس والسكان الأصليين الذين كانوا يعيشون في أستراليا، ولكن حسب علمي لا يوجد أي دليل حقيقي يؤكد صحة هذه النظرية. في عام 1963 كان من المعتقد أن عددهم يتجاوز 400 شخص، ولكن في السنين الأخيرة تناقص عددهم بشكل كبير، وسكان القبيلة التي زرتها بنفسي لا يزيد عددهم عن 70 شخصا. وأعتقد أنا شخصيا أن هؤلاء فقط هم الذين ما زالوا موجودين من هذا الشعب على قيد الحياة. بهذه الطريقة البسيطة يشعلون النار بضرب قطعتين من الحجر ببعضهم ببعض وبينهما فتيل، ثم ينفخون في هذا اللهب حتى يبدأ في الاشتعال. هؤلاء البشر لا يعيشون أعمارا طويلة مثلنا، ولكن ما فائدة العمر الطويل إذ لم تجد فيه السعادة موطنة؟ أنا أعتقد أن السعادة مرتبطة ارتباط وثيق بالبساطة، وهنا الحياة بسيطة، بل بسيطة جدا، فهي تنحصر في 3 أشياء رئيسية: الطعام ما تيسر منه، والماء، ومكان شبه آمن للنوم. هذا هو كل شيء هنا في الغابات. فلقد اصطادوا سمكة صغيرة وأعطوني قطعة من السمك المشوي في ورقة موز، وبرغم أن السمكة لم يكن بها ملح ولا توابل، ولكن مذاقها كان جيدا. إنه الصدق والحب الذي يجعل الحياة أكثر بهجة ويجعل الطعام أفضل مذاقا. أنا أتوقع أنه بعد سنوات قليلة وبسبب القطع المستمر لأشجار الغابات الاستوائية يكون هذا الشعب القديم قد انتهى من الوجود دون أن يشعر بهم أحد، وكأنهم ليسوا بشرا مثلنا. إنه بالفعل لشيء محزن. إنهم بشر مثلي ومثلك، إنهم أناس طيبون، وقد ظلمهم الناس عندما أسموهم القبائل الشيطانية. تعالوا ننتقل سويا إلى أقصى شرق الكرة الأرضية، إلى جزر متناثرة في المحيط الهادي. والخوض في ذلك المحيط بمثل هذا القارب الصغير هو مخاطرة كبيرة، ولن أفعلها مرة ثانية.
وقد أخذت على عاتقي بعد اليوم لن أركب محيطا بقارب صغير، فارتفاع الموج هنا يصل إلى أمتار عديدة، وهذا القارب الصغير يتراقص ويتلاعب يمينا ويسارا، وينخلع معه قلبي من مكانه. ولكن ماذا أفعل إذا كانت الغابات التي أريدها جزر لا تصل إليها السفن الكبيرة؟ انظر هنا إلى جمال الطبيعة، هذه الجزر الهادئة الخالية من السكان، بعضها لم تطئه قدم بشر حتى الآن. إنه جمال له إغراءه، وأحيانا أكون ضعيفا أمام هذا الإغراء. هدوء ساكن وجمال نائم، إنها الطبيعة في أجمل صورها. وللوصول إلى هذه الغابات اضطروا لاستعمال كل سبل المواصلات، سواء قارب صغير لعبور المحيط أو دراجة نارية لاجتياح الأماكن الوعرة والغير ممهدة. ثم يحاول سائق الدراجة النارية أن يجد مكانا في النهر غير عميق حتى يمكنه العبور منه. ولكن سرعان ما يعجز سائق الدراجة النارية عن عبور أحد الأنهار، وعليه أن يعود من حيث أتى. فأضطر لأن أودع صاحب الدراجة النارية وأكمل طريقي سيرا على الأقدام. خطوة تليها خطوة مشيناها، خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها. هذه هي الغابات التي أبحث عنها. بعد حوالي 7 ساعات من السير المتواصل في الغابة، أنا أسمع أصوات هنا في الغابة. إنني أسمع صوت ديك، هذا يدل على إن هناك أناس يعيشون هنا. اسمع.
إنه صوت ديك. أنا أعرف أنه توجد أقلية تعيش هنا في داخل الغابة، ولا بد أنني قريب منهم. سأذهب إليهم. Und jetzt gehe ich praktisch hin. Die Stimmen werden immer mehr klar und klar. Ich komme jetzt näher dran. أنا الآن أقترب منهم والأصوات تزداد وضوحا، ويجب أن أطفئ كاميرا الفيديو حتى لا أستفز مشاعرهم. إنني أرى كوخا هناك بين الأشجار. نعم، إنه كوخ صغير وهناك أناس يعيشون هناك. سأطفئ كاميرا الفيديو الآن وسأذهب إليهم. Ich muss jetzt die Kamera ausschalten, bis ich an die Leute gehe. Ato, magandang hapon. Magandang hapon. Sino sana? Frido. May apoy. Ikaw, anong pangalan? Ayaw ko na yan. Tong ini. Tak ini. Solo siya. Montana klik. Montana. Si Amdi, apa sih balai? Balai. Hah? Aku akhir tuh. Tidak akan enak menikah. Agi pasta doon pala. Hah? Wajib tuh balai. Agi kamuasan. Ala kawat tidak sih baru. O gali, siupa-siupa mo kaya't pagmama. Wajib tuh. Wajib mah kayu. Wajib tubuh. Kanan terus. Kanan sih. Wah, kira tuh udah piring kanan. Diretso. Hai dulu. لقد اصطادوا ثعبان السمك وقسموه إلى نصفين، كل عائلة لها نصف السمك. Tidak boleh nanti. Nanti suka Ben. Oh, ito bang sana mo? Habatan di bang pag-aral. هذه المجموعة لهم اتصال بالحياة الخارجية في القرى المجاورة للغابة، برغم أنني حتى أصل إليهم احتجت إلى 7 ساعات من السير على الأقدام، ولكن توجد مجموعة أخرى في أعماق الغابة ليس لهم اتصال خارجي. هم يعيشون هنا في شبه عزلة، والطريقة الوحيدة لهم لكسب لقمة العيش هي جمع هذا الصمغ من الأشجار والذهاب إلى القرية المجاورة لبيعه أو استبداله. وللحصول على هذا الصمغ لا بد من تسلق أشجار عديدة، وهو يحتاج إلى مجهود شاق. Sini dekat, sini dekat. هذه هي حبات القهوة التي يغلونها في الماء ليصنعوا منها شراب القهوة. Aku lagi naman aku tanga, alam ko na wala ka na tulad ng
ay di pa rin magawa. Dieses Wald lebt ein sehr seltsamer Tier. Wirklich total. في غابات جزيرة بوهول يعيش حيوان نادر وغريب يسمونه ترسير أو ترشير، قرد صغير أو حيوان يشبه القرد له عيون كبيرة جدا. هذا الحيوان يمكن العثور عليه في جزيرة سمر وجزيرة بوهول وجزيرة ميندناو، هذه الجزر الواقعة في المحيط الهادي. هذا الحيوان للأسف الشديد لم يعد له مكان مناسب يعيش فيه بعد قطع الإنسان للكثير من أشجار الغابات، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، مثله تماما مثل الشعوب البدائية، كل منهم مهدد بالانقراض. هذا الحيوان حيوان ليلي ينام طوال النهار، وفي الساعة 7 أو 8 مساء يستيقظ من نومه ويبدأ في طلب الرزق. Tiere von dieser Art. Wie ich gesagt habe, die Tiere hat sehr schwer zum Überleben. أنا هنا سأحاول أن أبحث عن هذا الحيوان لأنه من الصعب العثور عليه نظرا لحجمه الصغير جدا. حجمه صغير جدا، لا يزيد عن حجم قبضة اليد. سأحاول البحث عنه. ها هو ذا يتشبث بغصن الشجر. هذا الحيوان لا يعتبر قردا وإن كان يشبه القرود، وهو ينتمي إلى عائلة من الحيوانات لم تعد موجودة، وهي الحيوانات التي تشكل مرحلة ما قبل تطور القرد، فهو عبارة عن قرد بدائي إن صح التعبير. فهو ليس له ذكاء القرد، وإن كان ذكاؤه يكفي لأن لا يشرب المياه الملوثة، وله في ذلك عادة غريبة من نوعها، وهي أنه يشرب ماء الندى، تلك القطرات التي تتكون على أوراق الشجر عند الصباح. في هذه الغابة يعيش حيوان الترسير، ولكن إلى متى؟ لماذا يقطع الإنسان هذه الغابات؟ إنه لشيء مؤسف أن تقطع هذه الأشجار، وإنه لشيء مؤسف أن ينقرض ويموت هذا الحيوان الجميل. إنه شيء محزن ولكنه حقيقة. Philippinen hat über 7000 Inseln. Die sind sehr viel gestreut, fast. وإذا أخذنا على سبيل المثال دولة الفلبين فبها أكثر من 7000 جزيرة، وإذا احتجت ليوم واحد في كل جزيرة فإنني أحتاج إلى أكثر من 20 عاما حتى أزور هذه الجزر. والغريب في الأمر أن أكثر من نصف هذه الجزر غير مأهولة بالبشر. أنا الآن في طريقي إلى جزيرة ميندناو، أكثر الجزر خطرا هناك، فكل المعلومات السياحية تحذر من الذهاب إلى هناك بسبب الاشتباكات المستمرة بين المتمردين والحكومة. هؤلاء المتمردون يختبئون في الغابات، وهذا يعني أن هذه الغابات كثيفة إلى درجة يصعب اختراقها، ولهذا السبب كان لابد أن أذهب إلى هناك. Auf dieser Insel zu gehen. Wir sind jetzt seit 11 Stunden von Insel Bohol nach Süden, Richtung Süden. Wir sind Richtung Ecuador praktisch gegangen, jetzt über 11 Stunden mit diesem Schiff unterwegs.
جمال هذه الجزيرة يصعب مقاومته، لأنه جمال ممزوج بوحشية وشراسة، فجبالها جميلة وشواطئها أجمل وغاباتها من أجمل الغابات. إنها جزيرة جميلة، ولكن أيضا جزيرة خطرة وخطرة جدا. Das ist nichts passiert. Das ist ja ganz klar. Ich bin nicht risikofreudig, wie alle behaupten. Ich bin nur interessiert. الساعة الآن 4 صباحا، وبعد ساعة سنصل إلى هذه الجزيرة، وعلى ظهر هذه السفينة لا يوجد أي غريب أو أجنبي غيري. Bin ich der einzige Fremde oder der einzige Ausländer. بلوان جزيرة بلوان الواقعة في الجنوب جمالها يضاهي جمال جزيرة ميندناو، وربما يتفوق عليه. طبعا أنا هنا أتكلم عن الجمال الوحشي وليس الجمال السياحي. فقط في هاتين الجزيرتين يمكننا أن نقول أن الغابات ما زالت في حالة شبه جيدة حتى يومنا هذا. تعالوا ندخل سويا إلى غابات هذه الجزر ونتعرف على بعض القبائل البدائية التي تعيش هناك. في وسط هذه الغابات الكثيفة تعيش عائلة صغيرة من قبائل الباتاك، كوخ صغير وعائلة صغيرة يعيشون حياة بسيطة في أعماق الغابة. هذه المرأة لم تخرج طوال حياتها من الغابة، والرجل يذهب كل شهر مرة إلى القرية المجاورة للغابة ويحمل معه بعض الفواكه ومنتجات الغابة ويستبدلها هناك بقطعة من قماش أو ببعض من السكر، ثم يعود إلى عائلته وأولاده. إنها حياة بسيطة ولكن بها مساحة كبيرة من الحرية. هذه المادة البيضاء يتم مضغها مع بعض أوراق النباتات الخاصة فيكون لها تأثير شبه مخدر. Marami akong damit doon. Sila ko noon, binigyan ko isang sako. Sila ko na yan. Simon. Ang dami akong binibigay lagi ng baro dyan. May orchid ka sana dito na madala? Maraming orchid dyan. Nakita ng kasama ko nantay, hindi rin kinukuha. Uy, dali nyo kay bayaran ko. Kasi على مقربة من الكوخ الأول يوجد كوخ آخر تعيش فيه أم هذه المرأة. Tidak pernah kau di. Kamu cuma kah? Adu-adu. Nggak kau dapat. Tahu kau nama kata mangan. في هذين الكوخين يعيشون في شبه عزلة عن عالمنا الخارجي. تفاصيل حياة هذه المجموعة من البشر تحتاج إلى وقت كبير
ولا يتسع الوقت هنا للدخول فيها. فمثلا ما هي ديانتهم؟ وهل يعتقدون في وجود خالق لهذا الكون؟ وما هي تفاصيل علاقة الرجل بزوجته؟ وهل عندهم تعدد في الزوجات؟ وهل يعرفون القبلة التي تكون بين الرجل وزوجته؟ والكثير من هذه التفاصيل حاولت أن أجيب عليها في كتابي الرحالة والغابة. هذا مثال جيد يوضح كثافة النباتات في الغابات الاستوائية، حتى إنها تكاد تغلق كل الفتحات. لقد عرفت أن رجل الباتاكا البدائي جدا تقريبا لم يعد موجود، فأغلبهم قد خرجوا من الغابة واندمجوا مع سكان القرى المجاورة للغابة. ولكن ما زال يوجد رجل واحد فقط اسمه بندلين، هو آخر رجل بدائي من قبائل الباتاك، وهو ما زال يعيش على الطريقة البدائية القديمة، وهو يعيش في أعماق الغابة على قمم الجبال. وقد قررت أن أتتبع أثر هذا الرجل. فجأة أسمع أصوات غريبة مثل طنين النحل. إنها نوع من الخنافس يصدر هذه الأصوات. Die sind die Stimmen von Insekten. Die machen diese Geräusche. Und jetzt während dieser Spazier plötzlich stoße ich auf ganz schöne bekannte. أثناء هذا السير أجد نوع من الفاكهة المحببة لي، وهي ثمرة الجاك فروت. إنها ما زالت صغيرة، ولكن وزنها يصل إلى 20 كيلو جرام. Mein größter Problem ist die Schweißausbrüche. من أكبر المشاكل عندي في الغابات هو العرق الغزير، حتى إنني لا أستطيع رؤية من خلال نظارتي المبللة، وطبعا لا يمكنني مسحها لأن جميع ملابسي أيضا مبللة بالعرق. كل شيء مبلل بالعرق. إنه مجهود شاق، ولكن من يريد أن يرى هذا الجمال فلا بد أن يدفع الثمن بالمجهود والعرق الغزير. أنا ما زلت أواصل البحث عن بندلين، آخر رجل بدائي، وإن حالفني الحظ فقد أجده، وإن لم يحالفني الحظ فلا بأس، فأنا أستمتع بوجودي هنا على كل حال. رغم الطبيعة الجبلية لهذه الغابات، مما يجعلني دائما في صعود وهبوط، وغالبا بين كل جبلين يوجد نهر صغير، فقد عبرت حتى الآن حوالي 10 أنهار. الآن بدأ جلدي يؤلمني بسبب العرق الغزير، وأعتقد إنه قد آن الأوان لأغسل جسدي في النهر القادم. Kann man hier durch Bäume etwas Wasser bekommen. Und wenn man das ein bisschen schält, هذه طريقة أخرى للحصول على بعض ماء الشرب من النباتات التي أجدها في طريقي.
Magayon kaya klase ito. Magyalang kaya katulad ka naman katutubo. Kapatak. Das ist praktisch die letzte Batik. هذا هو بندلين، آخر رجل بدائي من قبائل الباتات، وهو ما زال يعيش على الطريقة البدائية القديمة لهذه القبيلة. هو الوحيد حسب معلوماتي، هو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة. الآخرين قد تم تغيير حياتهم بسبب التأثيرات الخارجية. هو الوحيد الذي ما يزال يعيش على الطريقة البدائية، فملابسه مثلا مصنوعة من لحاء الشجر. عمره يقترب من 60 عاما، ولكنه بصحة جيدة. لقد كان البحث عنه شاق جدا عبر الجبال والوديان. يسعدني جدا أنني قابلت هذا الإنسان، لأنه آخر رجل من نوعه. عليك أن تتخيل أنه كان هنا شعب كبير يعيش في هذه الجزيرة. هذا الشعب قد انقرض وتحول إلى الحياة الحديثة. بعد عدة سنوات عندما يموت هذا الرجل، يكون هذا الشعب قد انتهى من الوجود. إنه شيء مؤلم جدا، ولكنه حقيقة. Trae la catira, quita pesares, quita los pesares míos. Quita los pesares míos, pesares porque te quiero y no soy correspondido. Anda catira, quereme, mira cuánto te ofreció, un caballo pa' tu silla.